قصتي النهاردة مع صاحبتي سوزان. سوزان عايزة تشغّلني في اللي بالكم فيها، عايزة تشغّلني في المحظور، وأنا مش عايزة أشتغل، إكمنّي أنا حلوة وجميلة وجسمي فيه شوية بطيخات هرمونات كبيرة شوية. قالت لي: "أنتِ حلوة وزي القمر." قالت لي: "هاخلّيكِ تجيبي أحلى فلوس من الشغلانة دي." عايزة تودّيني لناس رجالة يعني وكده بكل شكل وكل لون، وعايزاني أقع في المحظور، وعايزاني أروح اللي حصل معايا ما حصلش مع أي حد، ورُحت وجرّبت بنفسي. المهم يا جماعة، اللي مش هيسمع قصة اليوم ما فيش داعي أقول لك هيفوتك كتير، لإن فعلًا هيفوتك كتير. بعد كده يا جماعة يعني حصل اللي عمري ما كنت متصوّرة إن ممكن يحصل، ولكن حصل لي. أنا غلبانة جدًا وطيبة وفي حالي، بس اللي موديني في داهية هو جسمي. عليه عود ملفوف فرنساوي يعجب أي حد، حتى الملك نفسه يعجبه. المهم يا حبايب قلبي، بعد كده كنت في حالي وبابا غلبان وماما غلبانة وأنا عايشة معاهم، وكانوا مخصصين لي غرفة يعني أوضة لوحدي أقعد فيها. كنت بقعد فيها وعايشة حياتي بشكل طبيعي، فالأوضة دي عزيزة على قلبي، حتى أصحابي البنات كانوا يجوني فيها. كنا أوقات ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض، والحياة نفسها كانت حلوة وجميلة. لحد ما في يوم في واحدة صاحبتي اتعرفت عليها، صاحبتي دي غيرت حياتي بشكل كامل. قالت لي: "أنت مُزة جامدة أوي وحلوة وجميلة ولازم تستغلي مواهبك." قلت لها: "مواهب إيه؟" قالت لي: "أنتِ مش شايفة نفسِك في المراية؟ ده أنتِ عندِك مواهب كبيرة أوي، ورا وقدام فوق تحت تحت يمين شمال يمين." ديّا الموضوع بجد حاجة خرافية. قُلت لها: "آه فهمتِك." هي قصدها طبعًا على المصلحة من ورا. المهم بعد كده يا جماعة قُلت لها: "يعني أنتِ عايزة منّي إيه؟" قالت لي: "اللي أنا عايزاه منِّك أنتِ مش نِفْسِك في حاجات كتير تجيبيها؟" قُلت لها: "آه." قالت لي: "أنتِ مش أبوكِ راجل على قد حاله وفقير؟" قُلت لها: "آه، إحنا كُلّنا على قد حالنا وفُقرا." قالت لي: "إزاي هتجيبي الحاجة اللي أنتِ عايزاها أهو الحاجة اللي أنتِ عايزة تلبسيها وفلوسها مش معاكِ، مش موجودة معاكِ." قُلت له: "ربنا يسهّلها بقى." قال لي: "تمام، ربنا بيسهّلها، بس كل حاجة بقدر." بعد كده يا جماعة قالت لي: "في حاجة عايزة أقول لِك عليها." قُلت لها: "اتفضلي." قالت لي: "أنا هابعت لِك، أنا هاشغّلِك معايا شغلانة كويسة جدًا هتكسبي منها دهب وجرّبيها في الأول، لو مش عجبتِك خلاص اخلعي منها." قُلت لها: "الشغلانة دي عبارة عن إيه؟" قالت لي: "هتهوّني شوية على الناس الكبيرة في السِن." قُلت لها: "كبيرة؟" طبعًا عرفت إن ده محظور وما ينفعش، ومع ذلك الظروف أجبرتني إن أنا آكل من قفص الزبالة. عارف يعني بصراحة أنا استغربت جدًا، يعني كنت مستغربة أوي يا جماعة بجد. بعد كده بقى سمعت الكلام واشتغلت معاه، فعلًا بدأت أروح عند رجالة ورجالة يجوني والحياة easy ومشيت. بعد كده بدأت ألِم فلوس كتير، بس عشان خاطر تعرفوا نظير الفلوس اللي أنا خدتها دفعت قصادها كتير، كتير أوي عشان تعرفوا. حبايبي تمام؟ تمام. المهم بعد كده يا حبايب قلبي حصل لي موقف غريب جدًا، وفعلًا مشيت في الموضوع ده وسمعت كلامها، وحياتي اتغيّرت بشكل كامل. عارفين يعني إيه بشكل كامل؟ بدأت أروح عند ده وعند ده وعند ده وعند ده،
وبدأت الفلوس تجري في إيديا، وبدأت فعلا حياتي تتغير للأحسن والأفضل. بصراحة كنت باخد كتير جدا لدرجة إن أنا فضلت ألم فلوس وألم 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 وألم. ما كنتش مصدقة نفسي، كنت بجيب عبايات وفساتين وبلوزات، ولكن للأسف الشديد مش كل حاجة حلوة بتكمل. رغم إن أنا أخدت كل حاجة أنا عايزاها ووصلت للمجد، إلا إني خسرت أهم حاجة، خسرت نفسي اللي بتحسر عليها واللي زعلانة قوي عليها. خلاص نفسي ما بقتش موجودة، راحت وطارت، طارت يا حبايبي. مش لاقياها، مش لاقياها بجد. بعد كل اللي حصل ده، بعد لما لميت فلوس كتير، الناس اعتذرتني بعد ما عرفت حقيقتي. مفيش حد بيثق فيا، مفيش حد بيحترمني، مفيش حد بيقدرني، مفيش حد بقى عايز يقعد معايا. اتعذبت قوي يا حبايبي، مش عارفة اعمل ايه. انا منبوذة في المنطقة اللي انا عايشة فيها. فلوس ما نفعتنيش في اي حاجة، ولا ما قدرتش ترجع لي اي حاجة من اللي راحت مني. بعدين رحت لصاحبتي قلبتها، قلت لها ايه اللي انت شغلتيه؟ مش هينفع، ايه الكلام ده، ايه الحاجات اللي خلتيني ادخل فيها دي؟ انت اتجننتي؟ قلت لها والله انا برم عليك وبعاتبك. قلت لها انا مش عايزه اعرفك النهارده، شغلانتك دي هسيبها وهطلعها بالتلاتة. قالت لي براحتك، انا غلطانه ان انا حبيت اغير لك حياتك للاحسن والافضل بعد ما كنت شحاته. قلت لها انا ما كنتش شحاته، وحتى لو كنت شحاته دي حاجه انا اشرب بيها، على الاقل كان فيها ضمير زمان صاحي، ما عملتش حاجه غلط. كانت عيني مليانه، مش زي ناس تانية عينها فارغه ما بيملاش إنها إلا التراب. بعد كده يا جماعة بدأت أحس الحياة خلاص بقيت قاسية أوي عليا، قاسية لدرجة ما تتخيلهاش، قسيت أوي. تمام يا جماعة. فبصراحة بعد كده، بعد ما الحياة بقت قاسية معايا شوية أوي، بصراحة مش شوية وبس، أنا يعني صممت إني أسافر. قلت مش هينفع أعاشر ناس ما بيحبونيش، مش قابلين وجودي. الحياة صعبة، صعبة أوي يا حبيبتي وقتها، يا حبايبي وقتها الحياة صعبة فعلا. وفعلا سافرت، كان عندي فلوس أخدتها، قلت يلا تعبي وشقاية لازم أخده معايا. وبعد ما سافرت رحت في بلد أجنبية، وقلت أعيش فيها لوحدي، مش عايزة أي حد يعرفني. يعني بصراحة أنا بعت نفسي، ندمانة، مش هكذب عليكم، أنا ندمانة أوي إني وصل بيا الحال للدرجة دي. أنا بصراحة اتدمرت، كل حاجة فيها اتدمرت يا جماعة. بجد ما كنتش مصدقة نفسي إن هوصل للمرحلة الصعبة دي. فربنا يعين ويساعد. ندمانة، ندمانة قوي. بس صاحبتي هي السبب، هي سبب كل المشاكل والبلاوي اللي حصلت لي، منها لله. بكده قصة النهاردة انتهت. أشوفكم على خير، خير فصل حكاية جديدة في رعاية الله وأمنه.